بتعليمات من الوالي اليعقوبي هدم مقاهي شيشة وفيلات مخالفة لقانون التعمير بالهرهورة. أصدر محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الصخيرة تمارة تعليمات صارمة إلى السلطات المحلية بمدينة الهرهورة لتطبيق القانون ومحاربة البناء غير القانوني. وفي هذا الإطار قامت السلطات المحلية بالهرهورة الخميس بهدم مطعم ومقهى شهيرة تقدم الشيشة والمشروبات الكحولية كانت في ملكية الرئيس الأسبق للجماعة فوزي بن علال بسبب مخالفتها لقانون التعمير. الشيشة في لبنان راه أي واحد تيشيش ماشي المشكل، لا في لبنان لا في مصر. وبالنسبة للشيشة راه مديولة للسياح. واش غيجي واحد السائح مدينة هرهورة غادي يشرب قهوة كحلة؟ راه خصو يمشي يشيش، راه كل واحد والبلية ديالو. وهي أصلا ما عندهاش الشيشة، عندها لانكول، هي عندها مطعم. وراكم عارفين بالنسبة لأي مدينة سياحية راه ضروري ما تيكون فيها لانكول وتيكون فيها الشيشة وتيكون فيها كاع داك الشيء اللي تيبغي السياح. وذكرت مصادر أن قائدة الهرهورة سبق أن نبهت مالكة المشروع الحالية والتي اشترت المحل قبل 3 سنوات إلى المخالفات العمرانية التي ارتكبتها بغرض توسعة المطعم، إلا أنها لم تستجب لذلك ليصدر قرار الهدم ويتم تنفيذه الخميس. وحلت جرافات بعين المكان لتقوم بهدم المخالفات التعميرية بالمطعم والمقهى الشهير بالهرهورة رغم محاولات مالكته وباقي أصحاب المقاهي الذين تضامنوا معها منع عملية الهدم. وقال أحد الفاعلين في القطاع بالهرهورة إن السلطات قامت بإغلاق نحو 9 مقاهي تقدم الشيشة، فيما صرحت صاحبة المطعم الشهير أنها من مغاربة العالم والمشروع قائم منذ سنة 2008، مؤكدة أنها لم تتوصل بأي وثيقة أو قرار إداري أو قضائي يقضي بالهدم. ودعت صاحبة المطعم إلى تطبيق القانون على الجميع، في الوقت الذي أكد مالك المقهى أن هناك مقاهي مخالفة وتعرضت للإغلاق ولم يصدر بعد قرار بهدمها. ما عرفناش السبب شنو هو، ما معلوميش، ما توصل حتى بشي ورقه اداريه، ما توصل حتى بشي قرار المحكمه ولا قرار ديال وكيل الملك بان هذا المحل خصو يتهدم. ما عرفناش السبب علاش. انا مقيمه بالديار الفرنسيه، جيت نستثمر محل، سمحت في هذا وجيت لهذا باش نعيش هاد الناس اللي معايا ونخدموا ونديروا افاق الشغل ونحفزوا المستثمرين الجاليه المغربيه تجي المغرب بنداء سيدنا. ها شنو كنتلقاو، ها الجزاء ديالنا. وتعرف الهرهورة فوضى عمرانية خطيرة حيث تستبيح فيلات ومطاعم ومقاهي في ملكية نافذين الملك العام، وهو ما بدأت السلطات في التصدي له مؤخرا.